المسيح نازل على السحاب على جبل الزيتون علشان الوليمة الكبرى، والعالم هيتقسم نصين، نص في أمريكا والاتحاد الأوروبي ونص في روسيا والصين، والنصين دول هيجوا في حرب إسرائيل وفلسطين اللي شغالة دلوقتي حوالين الموضع المقدس. وهتكون حرب نهايات التاريخ التي لم يحدث مثلها منذ إنشاء العالم. في الوقت ده الروح القدس اللي ساكن في المؤمنين في السيد المسيح هيخطف المؤمنين من الأرض قبل قيام السبع كوارث الأخيرة، السبع كوارث الكبرى. احنا الجيل اللي ساكنين على حافة التاريخ، احنا الجيل اللي هيشوف كل علامات يوم القيامة، احنا الجيل جيل الفوضى الرهيب، احنا هنشوف كل أحداث يوم القيامة حقيقي بعيوننا. كل النبوات المكتوبة من آلاف السنين هتتحقق، منهم نبوة مكتوبة في آخر سفر النبي دانيال، بيقول لك في ذلك اليوم يقوم ميخائيل الرئيس العظيم القائم لبني شعبك، ويكون زمان ضيق، يكون زمان ضيق لم يكن منذ كانت أمة إلى ذلك الوقت، وكثيرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون، هؤلاء إلى الحياة الأبدية وهؤلاء إلى العار الإزراء الأبدي. هيحصل إمتى الكلام ده؟ بيقول لك فيصور عليه ملك الشمال بمركبات وسفن كثيرة، ويدخل الأراضي ويجرف ويطمع، وتفزعه أخبار من الشرق ومن الشمال، فيخرج بغضب عظيم ليخرب وليحرم كثيرين. هنا قسم الأرض الملك الشمال وملك الجنوب. النبي دانيال قسم الأرض نصين، ملك الشمال ده حلف شمال الأطلسي أمريكا والاتحاد الأوروبي، وملك الجنوب ده روسيا والصين اللي هم جوج ومأجوج. وأول لما لفظ اللفظ ده جوج ومأجوج الكتاب المقدس وكل الكتب خدت من هذا الكتاب، النصين دول هيجوا عند الشرق الأوسط وهيصنعوا حرب نهاية التاريخ الكبرى التي لم يحدث مثلها منذ إنشاء العالم حسب المكتوب في النبوة. وكثيرين من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون، هؤلاء إلى الحياة الأبدية وهؤلاء إلى العار الإزدراء الأبدي. يوم القيامة الشهير، يوم القيامة الشهير، في الوقت ده إبليس هيسقط من السماء على جميع الساكنين على الأرض بغضب عظيم، وفي نفس اللحظة كل المؤمنين بالسيد المسيح هيرتفعوا للسماء. ده هيسقط ودول هيرتفعوا. في الوقت ده الحق هيرجع لأصحابه والظلام هينتهي، والأرض هتتحول لأكبر ساحة حروب عرفها التاريخ، وهتنزل الضربات السبعة المكتوبة في كتاب سفر الرؤيا. وراجع الكتاب ده لأنه مكتوب فيه أحداث يوم القيامة من 2000 سنة. سبع ملائكة يضربوا السبع ضربات، هتلاقي المناخ اتلخبط، والشمس طفت، ولون الهواء بقى برتقاني، وكل جزيرة هربت، والأنهار بقت دم، وكل المنظومة بتاعت العالم دخلت في بعضها، لأن منظومة العالم دي كلها زي التروس، لو ترس وقع منها كلها بتتلخبط في بعضها. فاحنا الجيل اللي هيشوف كل ده، احنا في الجيل اللي ساكنين في نهايات الايام. ليه؟ لان الاب بقى يستهين بابنه، والابن بقى يستهين بابيه، وصلة الرحم اتقطعت، والسينما اللي كانت بتبث مفروض المعنى في المجتمع بقت تبث روح اللا معنى في المجتمع، والمغنيين بقوا يدقوا الزار بدل ما يعملوا الموسيقى، والارض كلها خيم عليها الظلام، والحق بقى صوته خافت. كل ده حصل فينا وهيحصل فينا، واللي جاي اعظم من الذي مضى. فاول لما الظلام يخيم على الارض ارفعوا رؤوسكم واعرفوا ان نجاتكم اقتربت. كل المؤمنين بالسيد المسيح على وشك الاختطاف من العالم، ويكون اثنين على فراش يخطف الواحد ويترك الاخر حسب قول السيد المسيح. الوقت قريب. مطلوب مننا ايه؟ ان احنا نعترف بدم يسوع المسيح على الصليب، لان كل من اعترف بدم يسوع المسيح على الصليب بينول باسم غفران الخطايا. والمقطع ده موجه للناس الاشرار، لان السيد المسيح ما جاش يدعو ناس ابرار. كل شخص خاطي اعترف بدم يسوع المسيح بتتغفر كل خطاياه، وهو ده الخبر اللي ابليس عايز يخفيه عنك بكل طريقه ممكنه، انك ان اعترفت بدم يسوع المسيح بتنول باسم غفران الخطايا، وبيكتب اسمك في سفر الحياه. اما ان رفضت يسوع المسيح فلن يكتب اسمك في سفر الحياه، ولن تنول غفران الخطايا، بل سيمكث عليك غضب الله حسب المكتوب في الكتاب المقدس. انا مش جايب لك حاجه من نفسي. الوقت قريب، استعدوا للقاء إلهكم.